في عهد خلافة الراشدين فتحنا العراق وفتحنا الشام وفتحنا خراسان وفتحنا أفريقيا. وفي خلافة بني أمية فتحنا الأندلس والسند والهند. وفي خلافة بني العباس فتحنا عمورية أعظم حواضر الروم. وفي عهد المماليك قهرنا المغول والتتار الصليبيين. وفي عهد خلافة العثمانيين فتحنا القسطنطينية، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. وفي عهد سايكس بيكو ماذا صنعنا؟ في عهد سايكس بيكو وفي عهد حكام العرب عملاء الغرب اقتصرت فتوحاتنا على علب التونة والسردين. فتحنا يا كرام، فتحنا سجونا أكثر من دول العالم. فتحنا عشرات مخيمات اللاجئين. فتحنا آلاف المقابر للموتى فرادى وجماعات. فتحنا الملاهي الليلية والخمارات في كل مكان. فتحنا موانئنا لطائرات العدو ولآلات العدو. فلا عجب، فنحن في زمن العمالة. لا عجب والله، فنحن في زمن العمالة للحفاظ على الكروش وعلى العروش. في دولة مسلمة عاهرة تريد إحياء دورة في بلادنا المسلمة في تعليم فن الرقص. وفي نفس هذه الدولة الشيخ خالد الراشد مسجون أكثر من 12 عاما. في نفس هذه الدولة التي تسرح وتمرح بها تلك الراقصة تريد أن تعلم أبناءنا الرقص. في نفس هذه الدولة الشيخ خالد الراشد ما زال مسجون، والشيخ سلمان العودة والدكتور علي العمري وغيرهم من مشايخ المسلمين وغيرهم من علماء المسلمين يسجنون. ومثل هذه الراقصة تحيي حفلات الرقص وتعليم أبنائنا وتعليم أجيالنا الرقص.